تكونوا بألف خير. النقطة اللي بتكلم عليها اليوم إنه نتمنى الخير للغير، وحب لنفسك أو حب غيرك ما تحب لنفسك. يعني الوسط اللي احنا عايشين فيه بالذات الإعلامي شوية متعب. يعني لما تشوف حد يوصل لشيء معين افرح له، لأنه ما حد عارف هو إيش عانى عشان يوصل لهذه الجزئيات. لكن إن إحنا نحسد ونحقد أو يعني ما نهنيش لغيرنا، هذا على فكرة فيها حتى ذنب. فأتمنى إنه يكون في يعني حب الخير على فكرة، يعني إنك تحب غيرك اللي أنت تحبه لنفسك. ممكن نقول نصلي على النبي ونقول ما شاء الله اقتلا بالله ونهني. ولما تتمنى لنفسك حاجة حلوة وتتمناها لغيرك بتجيلك، ولما تفرح لغيرك بيجيلك الخير. لكن اللي بيحصل الآن من حقد وضغائن لدرجة إنه ممكن تقطع رزق حد عشان لا يجي ياكل الجو عليك، لا هذه قمة القسوة. وفي النهاية كل واحد بيلقى عمله، على فكرة كل واحد بيلقى عمله بجد. يلا أتمنى تكونوا كلكم بخير وربنا يوفق الجميع، وإن شاء الله ألاقيكم مرة ثانية وأكون خفيفة عليكم إن شاء الله. في أمان الله.